صباح السعادة، وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مليون مرة مهما حصل، مهما كانت الظروف. أولا طبعا ال20 جنيه الجديدة دخلت علينا بعد ما أختها ال10 بتاعت السنة اللي فاتت دخلت علينا، ورب يجعل دخلتها علينا دخلة خير وتبقى سنة خضرة بلونها كده، ربنا يستر من الدولار المستخبي ده. المهم، طبعا انا واحد من الناس اللي عاصرت تطور الراديو من ايام نجوم اف ام بقى، لما كنا اول مره نسمع اذاعه عليها القيمه تتسمع، وابتدت بقى كل القنوات دي تطلع وبقى الراديو ليه اهميه وكل حاجه. بس انا مشكلتي ان الراديو مش بس بيسليني، هو بيفوقني الصبح. بيفوقني بالذات ان انا من شاربة القهوه، مبقاش شارب قهوه الصبح، فالراديو بيفوقني ازاي؟ يا جماعة، في كواليتي مذيعين، مش هقول حد بالاسم، بس بنسبة كبيرة الناس، أنا آسف في اللي هقوله، يعني كم الاستظراف والسخافة وعدم وجود كاريزما وعدم قبول رهيب. مش هنخش بقى في أخطاء ثقافية ونحوية ولغوية، لا 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 لا، ده على جنب، ده سيبك منه ده. لكن أنا هتكلم إن أهم حاجة عند المذيع أو أي حد بيخاطب الناس public speaker، يعني لازم يبقى عندك كاريزما، حضور، ثقافة، تون صوت حلو. الناس دي بقى يعني مش فاهم هما بينقوا المذيعين على اي اساس. وبعدين خلي بالك، في نسبة كبيرة من المذيعين دول مستغلين فكرة ان هما راديو، فاحنا مش شايفينه، فاحنا مش عارفينه، فانت لو شفته في الشارع مش هتعرف تطلع القديم والجديد فيه. فاول حاجة عايز اعرفها، انتوا على اي اساس بتنقوا مذيعين الراديو؟ يعني دي اول حاجة. تاني حاجة، الإعداد والبرامج وأسمائها، يعني في برامج فيها حشو تافه لا قيمة له، يعني لولا شوية الأغاني اللي بيشغلوها. وبعدين الناس اللي بتتصل، يعني مش عارف يعني بصراحة يعني. رجاء طبعا، أنا من الجيل اللي حضر أيقونات الإعلام. يعني أنا كنت زمان بسمع الأستاذة هالة حشيش في برنامج ات يور ريكويست، بسمع الاستاذ اسامه كمال في اون ذا روكس، في ناس عتاوله، وطبعا استاذ حمدي قنديل والناس دي. ايه الكواليتي الجديد ده يا جماعه؟ عدم حضور وضحاله وجهل ومفيش ثقافه واخطاء لغويه ونحويه ومفيش كاريزما. الكاريزما دي بقى حاجه من عند ربنا، القبول ده، الحضور ده حاجه من مفيش. فرجاء بدل ما نعمل حادثة في الطريق بسببكم، قلنا مذيعين كويسين، والكويسين مش هذكر اسامي، هم عارفين نفسهم، ربنا يخليهم لنا يعني. على رأسهم خالد عليش المسخرة، يعني ده بجد اللي جميل جدا يعني. وفي تانيين كتير بس اساميهم مش حاضرة في دماغي. يلا، صباح الفل وصباح السعادة وعيد سعيد، ويا رب ان شاء الله يبقى احلى عيد علينا جميعا. صباح السعادة.